السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. من قناه روبيشال. لو انت جديد في القناه حط لايك وعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد انا منزله. طبعا الفتره اللي فاتت دي سمعنا عن حاجه غريبه، حادثه اول مره تحصل في مصر. حاجه غريبه جدا جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا التفاصيل وتعرفوا ايه اللي حصل وايه سبب ده. طبعا تلقت امن الشرقيه امبارح خبر ان في سيده تدعى هناء عندها 30 سنة. طبعا الست دي اتآمنت ان هي بذبح طفلها الرضيع، او حوالي الطفل حوالي عنده 5 سنين. ذبحت طفلها وقطعته وطبخته وكلته. يعني انتوا تفهموها بقى زي ما تفهموها، لان هي كده، هي ده اللي حصل بالظبط. ان في ام يعني مسكت ابنها، ذبحته وقطعته، وزي بالظبط الفرخة بقى، الفرخة كده قطعته وحطيته كمان في جردل و يعني طبخته وكلته. طبعا دي حالة انا اول مرة اسمع عنها في حياتي بحالها. في اي دولة تانية ان في ام عملت كده، يعني ام تعمل كده ازاي؟ مش عارفة. الست ديت منفصلة عن جوزها، بقالها 3 سنين منفصلة بسبب مشاكل. طبعا بقى المشاكل اللي موجودة في بينها وبين جوزها وبين أهل جوزها. انفصلت وخدت ابنها واستقلت بيه لفترة معينة. اللي حصل ان ناس لقوها ان هي دبحة ابنها وكلته، وكمان قطعت أجزاء منه وطبختها. علشان ايه؟ يعني ده السبب ليه؟ ده السبب ليه يعني ان في ام تعمل كده ليه؟ وعلشان ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان الام تقدر تحامي ابنها وتخاف عليه ان حد يلمسه، وتخاف ان انتي حملتي ابنك ده 9 شهور في بطنك، فاكيد انتي عمرك ما هتعملي كده فيه. يعني ده الطبيعي كأي انسانة طبيعية. لكن الست دي طبعا الامن الشرقية لما قبض عليها قالت ان انا كنت عايزة ارجعه بطن تاني، وانا خايفة ان ابني ده يبعد عني، والحاجات دي كلها يعني انتوا اكيد عارفينها دي. قالوا طبعا ان الست ديت عندها مريضة نفسي، تشتكي من حالة نفسية سيئة جدا، عشان كده ارتكبت الجريمة دي. يعني انا مش عارفة. يعني اكيد هي مش طبيعية، يعني اكيد متقولوش ان هي طبيعية. هي اكيد مريضة نفسي من الدرجة الاولى كمان، يعني مريضة نفسي بطريقة فظيعة. لاني حد يعمل كده في ابنه في ضناه، ده اكيد 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 مش طبيعية. ف عايزة اقولك في الكومنتات.